انا وانت عندنا مشكلة كبيرة جدا اسمها شلل الطموح. يعني ايه شلل الطموح؟ انا مش شخص فاشل على فكرة، بس شخص مش منتج خالص في حياتي. انا شخص طموح جدا، بس ما بعرفش اتحرك خطوة لقدام. انا شخص نفسي اكون ناجح جدا زي كل اللي انا بشوفهم على السوشيال ميديا، بس ما بقدمش اي حاجة اصلا في حياتي توحي كده ليا ان انا ممكن في يوم من الايام اكون انسان ناجح. انا عمري في حياتي ما كنت انسان فشل ذريع، بس في نفس الوقت ما بقدمش اي حاجة خلال السنة اللي جاية اكون فعلا اتحركت خطوات قدام في حياتي. فده اسمه شلل الطموح. ان انت دايما عايش في صراعات جوه دماغك، ان انت عايز تعمل حاجات كتير جدا وفي نفس الوقت ما بتعملش ولا حاجة منهم. ان انت دايما بتبص على كل اللي حواليك، اللي بقى شغال اونلاين واللي بقى شغال بالاي اي واللي بقى شغال مش عارف فين، واللي بيقبض بالدولار، واللي كان جنبك واللي كان جارك بقى شغال دلوقتي ومسافر، واللي قريبك سافر واشتغل واتجوز وخلف، وانت لسه زي ما انت مكانك ما اتحركتش. مع انك مش فاشل، والله انت مش فاشل، بس ما بتمشيش الخطوات الثابتة اللي انت المفروض تمشيها بشكل يومي باستمرار، علشان في النهاية تلاقي نفسك حققت حاجة. وده كارثة بالنسبة لي وبالنسبة لك، ان احنا دلوقتي بقينا عايشين في مجتمع بيجري بسرعة جدا جدا، اسرع من سرعة البرق. بقيت دلوقتي بتشوف ان ممكن واحد في لحظة يطلع في السماء، وواحد في لحظة ينزل للارض. والسوشيال ميديا لحست دماغنا يا جماعة. السوشيال ميديا والناس اللي انت بتابعهم وعمال تبص على ده، واللي راكب فيراري واللي راكب بي ام دبليو واللي راكب واللي عامل واللي شايل ايفون كذا واللي بيشتري كل يومين بينزل يعمل شوبنج وبتاع، وانت قاعد محلك سر يا عيني ما بتحركش خالص من مكانك. شلل الطموح يا جماعة. انا من جواي عندي حاجات كتير قوي نفسي احققها، بس ما بتتحققش لان انت ما بتاخدش الخطوة اصلا. ما بتاخدش الخطوة علشان تحققها. طول ما انت واقف مكانك بترجع لورا، ما بتتقدمش لقدام. اصل بص اقول لك على حاجة، احنا طبيعتنا في الحياة قدامنا حاجة من اتنين، مفيش تالت. يا اما ان انت بتتقدم يا اما ان انت بتتأخر. مفيش حاجة اسمها ان انا ابقى في السنتر واقف كده مكاني. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انت يا اما بتتأخر يا اما بتتقدم. طب لو انت اصلا ما بتسرعش الحياة اللي انت بتعيشها، وبتنطح هنا وبتنطح هنا وبتناطح هنا وبتتعلم هنا حاجات جديدة وبتتطور هنا في حاجات جديدة، هترجع ورا، مش هتتقدم خالص قدام. شلل الطموح اللي جواك ده اللي خانقك، مخليك ان انت عمال تقارن نفسك بده وبده وبده، وفي النهاية بتعملش حاجة. واللي اصلا قدامك اللي انت بتقارن نفسك بيه عمال بتطور كل يوم. انت ليه اصلا تقارن نفسك بحد؟ قارن نفسك بالسنة اللي فاتت بنفسك. قارن نفسك من شهرين 3 كنت بتعمل ايه ودلوقتي انت فين. قارن نفسك بعد سنة من دلوقتي انت هتبقى فين اصلا. ده التطور الحقيقي بالنسبة لك والنجاح الحقيقي بالنسبة لك. والدي كان دايما يقول لي نصيحة مهمة جدا لما كان يشوفني ان انا عايز احط كذا حاجة في نفس التراك. يعني انا مثلا في الكلية، فكنت بفكر ان انا اعمل كذا حاجة جنب الكلية وبتاع، فكان يقول لي بص يا ابني اقول لك على حاجة، المثل الجميل اللي احنا كلنا نعرفه من واحنا لسه اطفال، بقول لك صاحب البالين كذاب. صاحب البالين كذاب. انت معليك ان انت دلوقتي محطوط في نقطة، محطوط في حاجة في حياتك تمها على اكمل وجه. خلص اللي انت فيه الاول ستيب باي ستيب. لسه في الدراسة كمل دراستك على اكمل وجه. شغال اشتغل باتقان بنسبة 100%. حط مجهودك في الحاجة اللي انت بتعملها وطور نفسك فيها بدام هتفيد الحاجة اللي انت بتعملها. وامشي خد الحياة ستيب باي ستيب. انت مش هتطلع الدور التاني قبل ما تطلع اول درجة من السلم اللي قدام الشارع بتاعك عند البوابة تحت كده. مش تبقى سبايدر مان ولا سوبر مان وتطير تطلع للدور التاني. لازم تاخد الموضوع تدريجي. انما طول ما انت واقف قدام البوابة عمال تقول قدام البيت ياه ده الدور التاني ده ومش عارف، يا حبيبي طب ما تاخد اول سلمة. حبيبي اطلع اول سلمة، تاني سلمة، تالت سلمة، في النهاية تلاقي نفسك طلعت الدور العاشر من غير ما تحس. بس كل خطوة انت فيها كملها على اكمل وجه بنسبة 100%، علشان لما تدخل للمرحلة اللي بعدها تلاقي نفسك اصلا اتطورت لا ارادي. هتلاقي الستيب اللي انت فيها دلوقتي والخطوة اللي انت فيها دلوقتي لما تتمها على اكمل وجه هتساعدك كتير جدا في تطور رهيب جدا بالنسبة لك للخطوة اللي بعد كده. انما انت دلوقتي واقف مكانك ما بتعملش حاجة،
وبتطمح ان انت في يوم وليلة يبقى معاك مليار جنيه، في يوم وليلة عايز ابقى راكب الفراري، عايز ابقى راكب البي ام دبليو، عايز اتجوز ويبقى عندي كل ده اماني جواك وامنيات جواك جميلة جدا، بس بتحبطك لان انت شايف ان المشوار قد كده بعيد، مسافة 20,000 كيلو بعيد عنك، فانت شايف البعيد بس ما تشوف تحت رجلك. بص تحت رجلك انت ايه امكانياتك دلوقتي اللي تقدر تساعدك ان انت تنجز في حياتك، والخطوات البسيطة اللي انت بتعملها كل يوم هي اللي هتأدي في النهاية ان انت تحقق ذاتك وتحقق اللي انت عايز توصل له. دايما في مثل كلنا عارفينه ان طريق ال1000 ميل بيبدأ بخطوة، لو ما خدتش الخطوة الاولانية هتوصل للنهاية في ال1000 ميل ازاي؟ فدايما ما تخليش شلل الاحباط ده يحبطك، ودايما خد الحياة ستيب باي ستيب. انت مش متأخر عن حد، انت لو متأخر فانت متأخر عن نفسك انت، لو انت متأخر عن نفسك انت، وبامكانك ان انت ترجع، وبامكانك ان انت توصل لو انت اخدت الخطوة الاولانية واستمريت عليها. لان اهم قانون في قوانين الحياة للنجاح هو الاستمرارية، مش ذكائك ولا شطارتك ولا اي حاجة. ممكن انت تكون ذكي جدا ومجتهد جدا بس ما عندكش استمرارية، والله ما هتنجح. وممكن تكون شخص عادي جدا متوسط جدا بس عندك استمرارية، وفي النهاية هتنجح. وبص على اي حد حواليك كده، وبص على اي حد ناجح، واحد مثلا زي كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو احسن لاعب في العالم، الا بقى لو انت بقى بتشجع ميسي بقى، يعني ده قصتك انت. كريستيانو رونالدو بيلعب دلوقتي لحد سن ال 41 و42 سنة. ليه؟ إيه اللي موصله ان هو احسن لاعب في التاريخ دلوقتي؟ استمراريته. بص كده على لعيبة تانية كتير جدا كانت واو لما كنت بتشوفهم في الأجيال الذهبية بتاعتهم والفورمة بتاعتهم، وكنت تتفرج على الناس دي كان وقتها واحد زي رونالدينيو، واحد زي رونالدو الظاهرة، ما اعرفش واحد زي ديفيد بيكهام، الناس اللي هي كانت كنت بتتفرج، واحد زي نيمار، كنت بتتفرج على الناس دي حرفيا مرعبين، لكن ما فيش عندهم بربع جنيه استمرارية، ما عادش تسمع عنهم أي حاجة خالص. واحد زي كريستيانو رونالدو كل يوم بيعمل نفس التطور الرهيب اللي هو بيعمله من اول يوم، مستمر، كونسيستنسي. واحد زي محمد صلاح، كونسيستنسي. لو كان بعقليته ما فيش عنده استمرارية ما كنتش هتشوفه دلوقتي من احسن لعيبة العالم في البريمير ليج. هو مصري زيه زيك، عربي زيه زيك، لكن اللي بينجح الواحد هي استمراريته. الاستمرارية في فعل الشيء بتخليك في النهاية تتقن هذا الشيء. الاستمرارية في مذاكرتك هتؤدي بالنهاية ليك ان انت تنجح. ده ابسط حاجة يا سيدي، ان انت لو انت عندك مادة معينة، مادة رخمة او مسألة معينة في مادة تقيلة عليك، المسألة دي لو قعدت تذاكرها لأول مرة انت كاره حياتك بسببها. لما تذاكرها تاني مرة الدنيا تمام، زادت بنسبة 10% مفهومية. لما تذاكرها تالت مرة زادت 50%. لما تذاكرها رابع وخامس مرة وصلت لل100%. بعد كده بتقعد تحلها من غير ما تبص اصلا عليها، ولا تبص على قوانينها، ولا تبص عليها في الكتاب. انت عملت استمرارية، فبالتالي ادت بيك في النهاية ان الموضوع بقى بالنسبة لك ايزي، سهل جدا. هديك مثال كمان، كلنا بنعرف نسوق عجلة. اول مرة سوقت فيها عجلة كنت عارف تعمل بالانس للموضوع؟ كنت عارف تتزن؟ مستحيل، كنتش عارف تتزن. قعدت بتاع اسبوعين تضبش هنا وتقع هنا وتعمل حوادث هنا، وتقع على دماغك ودماغك تتفتح وتخبط في السلم بتاع الراجل اللي جاركو، وكان يحط لك سندات فالسندة تتكسر فتقع. بس بعد كده بالاستمرارية ان انت كل ما تقع بتقوم، بتلاقي نفسك ركبت العجلة وبتسيب ايديك كمان، تجري، بترفع وبتاع وبتسيب ايديك وبتجري. ليه؟ لان انت استمريت على فعل هذا الشيء. طب لو ما كنتش استمريت كنتش هتوصل في النهاية ان انت تعرف تعمل اللي انت بتعمله دلوقتي. فانت اخرج من الكومفورت زون اللي انت فيها، واخرج من شلل الطموح اللي خانقك من هنا، وابتدي ان انت خد خطوة كل يوم، عشان في النهاية الخطوة اللي انت مستصغرها دي، تراكم الخطوات دي فوق بعض، في النهاية تلاقيك كونت جبل من النجاح اللي انت نفسك توصل. بس كده، كان معكم باشمهندس عبد الرحمن متولي. اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة اللي جاية. سلام.